دافع للأندية وحافز الأندية بأن يكون حضورها أقوى في هذه البطولة. كريموف هذا هو هو كلمة السر لديهم، هو اللاعب الذي لم يستطيع نادي النصر أن يوقفه. هدف مشترك يتحمل دفاع النصر وحارس مرمى، توقع غير سليم، هدية كبيرة من النصر إلى الفريق الأوزبكي في شوط المباراة الأول. كان بالإمكان الخروج من شوط المباراة الأول، ولكن أعتقد أن حتى حكم المباراة قد يلام على هذه الشغلة، لأن الوقت المحتسب بدل الضيع كان دقيقتين، وقبل لحارس المرمى يوقف اللعب كان تقريبا واصل إلى دقيقة و40 ثانية، وبالتالي لم يكن يستدعي كل هذا الوقت كوقت بدل ضايع وفي شوط المباراة الأول. وبالتالي حكم المباراة الآن يطلق صفرة مع نهاية شوط المباراة الأول. كريموف كما تشاهدون الاختراق الدائم على الطرف، هذا اللاعب هو كلمة السر، قلناها وكررناها أكثر من مرة. عبد الله العنزي يتحمل مسؤولية كبيرة أيضا في هذا الهدف، لكن بالأماني والطموحات والدعوات بإذن الله أن النصر بإذن الله قادر على التعويض في شوط المباراة الثاني، رغم أن ما جعلنا حقيقة نحزن كثير على هذه النتيجة. الأداء الذي قدمه النصر وكان